من عجينة القرص الفلاحي الطرية اللي بنعملها على طول، تقدري تعملي منها أي تشكيلة انت تحبيها. هنشتغل النهاردة ونعمل تشكيلة حلوة للأطفال بيحبوها، وفي الوقت نفسه مدية شكل جميل تخلي الطفل نفسه تتفتح ان هو ياكل من الحاجة، بحيث ان انت لو اديتيها له في السندوتشات معاه وهو ماشي على المدرسة يقدر ان هو ياكل منها. هنحشيها بالعجوة، وما شاء الله اللهم بارك عاملين شوية عجوة حلوين زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله معسلين وحلوين قوي. ده الفيديو اللي احنا كنا عملناه مع بعضينا في اوان البلح السيوي. طبعا هحط لكم الفيديو ان شاء الله في التعليقات. في الاول كده تعالوا نسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى اله واصحابك اجمعين. عندي في البدايه هنا 2 كيلو من الدقيق. الكوبايه اللي قدامكم او الكنكه دي فيها لبن على ميه، نص كيلو ميه، نص كيلو لبن وحاطين قده ميه. هبدأ هنا من البداية خالص، البولة بتاعتي موجودة وهحط لكل كيلو دقيق 3 مجات من المية على اللبن. دي مية على لبن، تمام كده. تمام، ده نص كيلو لبن وضفت على قده بالظبط مية، بحيث ان انا اعملهم مع بعضهم يبقى مندمجين مع بعضهم بس. وحطيت منهم 3 مجات لكل كيلو، يعني دول 6 مجات لل2 كيلو دقيق. وحطيت كوبايتين من السمنة، وزي ما انتم شايفين الكوباية مش مليانة قوي، تمام. الكوبايه ناقصه معلقه منها كده علشان القرصه بتاعتنا تطلع خفيفه وهشه وحلوه زي ما هتشوفيها في اخر الفيديو. حطيت لكل كيلو دقيق معلقه من الخل، حطيت لكل كيلو دقيق ربع معلقه من الملح، حطيت لكل كيلو دقيق 3 معالق من السكر. تمام كده. الخميره بتاعتنا حطيت معلقه خميره فوريه لكل كيلو دقيق، يا اما مكعب صغنون قوي خميره بيره، او خميره طبيعيه لكل كيلو دقيق. الحليب عندي في الشتاء بيكون دافي، او الميه اللي انا هشتغل بيها. ما عندكيش حليب اشتغلي بميه، اشتغلي بميه الجبنه اللي بنصفيها من الجبنه لما بنعملها في الفيديوهات مع بعضينا. لو عندك اشتغلي بحليب بودر وميه عليه، دوبيهم في الميه واشتغلي بيهم، مفيش مشاكل خالص، ماشي. بس نزلت بال2 كيلو دقيق بتوعي، بس ناقص منهم كوبايه في الطبق. ونزلت بمعلقه بيكنج باودر، وما تكتريش بيكنج باودر. في الطبيعي انا مش بحب احط اصلا بيكنج باودر، بحب احط خميره بس كفايه، بتبقى جميله وبتخلي العجينه عندي جميله، وما بتديش خمر زياده عن المفروض اللي هي تاخده في الوقت نفسه. الخميره بتديها خمر براحتها، والخميره صحيه عن البيكنج باودر، تمام. بس هنا كان في حوالي نص كوبايه من اللبن، نزلت بنص كوبايه الدقيق اللي كانت موجوده معانا على نص كوبايه اللبن اللي كانت موجوده، واديتهم لته مع بعضيهم كده وعجنتهم حلو قوي زي ما انتم شايفين. اهم حاجه ان انا احط السوائل بتاعتي كلها وكل المواد بتاعتي اللي انا هحطها على بعضيها واحط. ولو عايزه تستغني عن البيكنج باودر مفيش مشاكل خالص، استغني عنه، تمام. كفايه الخميره بس. العجينه عندي ما شاء الله اللهم بارك فيها سن التلزيقه، لكن مش لازقه في الطبق. غطيتها بس سطرتها كده بمعلقه من الزيت علشان خاطر ما تلزقش مني في الطبق وتبهدل الدنيا وتبقى ما تنشفش من على الوش. غطيتها في الطبق زي ما هي كده حوالي ساعه، ساعه الا ربع، نص ساعه، على حسب الجو عندك وعلى حسب انت مدفيه الحليب بتاعه العجينه ولا لا، تمام. ولازم تخمر، لازم تخمر في الطبق قبل ما اقطعها. دهنت الصينيه عندي دهنه من الزيت زي ما شفتوا، وبدات قطعت العجينه بتاعتي. في ناس بتقطع زي ما انتم شايفين كده بالظبط، بتاخد الكرة في ايدها وتسويها بنفس الشكل وتقطع او توصل الحاجة الاخرانية وتبرمها على ايدها بنفس الشكل او على الرخامة. انا بقى بحب اقطع التقطيعة دي، يعني باخد القطعة في ايدي كده وببدأ ابرمها كده وابرمها واروح ايه مطلعها من بين صوابعي، خلاص على كده بتطلع ناعمة. في الاول ان انا ببدأ زي ما انتم شايفين كده بالظبط، ابلها او امسحها مسحة زيت بسيطة قوي من على الصينية اللي انا بقطع عليها، وببدأ اعملها بنفس الشكل وابرمها كده واروح خلاص على كده كده بتبقى كلها قطعة واحدة، سواء بقى في الفطير او في القرص او في الكماج او في اي حاجة انا بقطعها او في العيش البلدي اي حاجة، ماشي. ببدأ بقى الصاجة عندي، العجينة عندنا طالما حاطين فيها سمنة أو زبدة أو زيت ما بتحتاجش إن احنا ندهن الصواني بتاعتنا. الا ان كان صاج بقى من اللي هو الرقاق قوي، دول اللي هم ايه ممكن يحرقوا الأكل عندنا. انما ده سيجان ما شاء الله اللهم بارك ألمونيا حلوه، تسويه الألمونيا ما شاء الله بتبقى كويسه. بدات ان انا بططت القرصه كده، وبنفس الشكل باخد بالسكينه من الاحرف بتاعتها بنفس الطريقه في نفس الوقت. مش هستنى لما تخمر وارجع اقطع، يوم الخمر بتاعها يخرج من الفتحات دي ويبوظ لي العجينه بتاعتي، تمام. بس وباجي بقى في الوسط بعملها كلها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده من الاحرف، براحتك بقى كده، وداير الصينيه براحتك، واشتغلي انت براحتك حسب الشكل اللي انت تحبيه، تمام. باجي بقى باي غطا من الازازه عندي سواء الكبير ده او الصغير، وببدا اخد في النص كده، بيديني شكل وفي الوقت نفسه يعني الطفل بيحب شكلها ونفسه تتفتح لاكل الحاجه، او ان هي بتبقى شكلها جميل. ممكن شكل تاني اعملها بنفس الطريقه على ايدي كده علشان ما تغلبكيش وتقعدي تدايري في الصواني وتودي الصينيه كده وكده، يعني بتكون سهله، بس خلي بالك طبعا من ايدك علشان السكينه لا تكون لا قدر الله سخنه وتعورك، تمام. بس ببدا اخد كده واروح حطاها واحط فيها الغطا من النص كده برضو، وببدا اظبطها كويس على الصينيه علشان هتاخد الشكل اللي انت هتحطيه عليه، هي هتاخده على الصينيه.
تمام. بخلي مسافة عقلة صباع او سنتي بس بين القرصة والقرصة. ما تكتروش بيكنج باودر علشان ما تخليلكيش القرص او الخبز او الحاجة ترجي في بعضيها قوي. تمام. والبيكنج باودر عموما يعني مش صحي للجسم، فما تكتروش منه قوي. بس ببدأ بقى افرد كله بنفس الشكل كده، واجي في الاخر بعد ما بفردهم بروح مقطعاهم زي ما شفتوا كده بالظبط وانا بعمل معاكم. المهم ان انا زي ما بقول لكم قبل كده، يعني مثلا بقطع القرص كده واروح مبطط على طول، هي صينيه واحده بس. زي ما انتم شايفين القرص بتاعتنا او الكماجه او اي حاجه اللي انا هفرد فيه او هبطط فيه ما بيحتاجش ان انا اقطع كل الكميه مره واحده، سواء في الشتاء او في الصيف. تمام. بقطع بس مثلا 10 12 15 بس. لو هو كيلو واحد مفيش مشاكل انك انت تقطعيه كله مره واحده، انما اكتر من كيلو قطعي صينيه واحده بس زي ما شفت كده 10 15 قطعه، وشكليهم بنفس الشكل اللي انت هتحبي تشكلي بيه. وبعد كده دخلي الصاج بتاعك جوه في مكان ما يكونش فيه مروحه ولا هواء. برضو الكلام ده سواء للفطير سواء للخبز سواء للقرص للكماج لاي نوع معجنات انت هتعجنيها، بلاش يبقى فيه مروحه شغاله عليها، بتنشف لك العجينه وبتخلي شكلها مش حلو بعد التسويه، وبتتبشم منك وبتتهوى وبتنشف والكلام ده كله. ده كان اول صاج عندنا، الولاد هياخدوه جوه. تعالي بقى هنا كده العجوه بتاعتنا اللي احنا كنا بنقول عليها في اول الفيديو. دي العجوه بتاعتنا احنا كنا عملناها مع بعضنا في الفيديو. العجوه دي بلح ايه بالظبط؟ البلح السيوي الاصفر، لان ناس كتيره دخلت في الفيديو وسالتني. ده البلح السيوي الاصفر، اللي هي بقى مش الصفرة. الصفرة دي بنغسلها ونحطها في الفريزر، اما المستويه بنعملها بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده. ما شاء الله اللهم بارك، ما بقالهاش حوالي شهر او شهر ونص، واللهم بارك بقت كلها عسل بنفس الشكل. بنفتحها بنفس الشكل وناخد منها النوايا بتاعتها، وببدا ان انا ادمجها مع بعضيها بمعلقه سمنه، وببدا اكورها بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده. وبقطع كمية من القرص على قد المقدار. برضو الصاج بتاعي هو صاج بصاج، هو صاج واحد بس اللي انا بقطع له القطع، وبعد كده ببدأ افرد الباقي. ولما بفردهم برجع اقطع قطعة تانية. تمام. السجانة عندي مغسولة ونظيفة وكويسة. ممكن تدهني او لا، حسب ما انت ترتاحي. يعني ممكن تدهني لو انا هبطط على نفس الصاج اللي انا هفرد عليه. لو انا هبطط على صاج تاني واحط عليه على طول، فهي السمنة ما شاء الله القرص عندي مكان ما انا حطاها على الصينية اللي انا مقطعة عليها هي مدهونة سمنة، فاخده معاها من القاع بتاعها سمنة. تمام. دي بقى بالعجوة بدأت بططتها فردتها، هوريكم واحدة دلوقتي نفس زي السادة بالظبط، لكن العجوة بتاعتها استنى ما اقولك هتعمليها ازاي. بس بجيبها واحطها على الوش بتاعها تحت والقاع فوق، وببدأ ان انا افرد فردة بسيطة من الحروف، وببدأ احط العجوية بتاعتي او الحاجة اللي انا هحطها او الملبن او اي عجوة انت هتحطيها اي حشوة، وببدأ الم الاطراف عليها كويس قوي وبقفلها زي ما انت شايفة كده بالظبط. اهم حاجة ان انا اقفل الاطراف كويس وابطط من على الوش اللي انا قفلت من عليه. تمام. وبيكون هو ده القاع بتاع القرصة بتاعتي علشان خاطر ما يبانش فيها العجوة من على الوش. اهي واحدة تانية برضه هوريكي بقى اهو، شايفة نفس اللي انا قفلت من عليه هو اللي بفرد من عليه. ليه بقى؟ بتأكد ان هي اتقفلت كويس، وتاني حاجة وش القرصة بتاعتي ما بيبانش فيها العجوة خالص. واحدة تانية برضه اهي علشان تأكد برضه المعلومة، علشان تبقى عندك الحاجة ماشي. بس كده ده بقى كده بكمل بقى بقية الصاج كله ونفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة تقفليها كويس، واهم حاجة تخلي بالك مع الحاجة بتاعتك كويس. التسوية بتاعتنا ببدأ من اول صاج انا خلصته هو اللي ببدأ تسوية عنده. تمام. يعني اول صاج انا خلصته هو اللي ببدأ تسوية من عنده. خلصت الصاج زي ما انتم شايفين، دي كانت اخر قرصة فيه. هبدأ ان انا اشكلها برضو نفس الصاج السادة بالظبط. ولو عايزة تكملي كل الكمية بنفس الشكل مفيش مشاكل، بس احنا طبعا هنعمل قرصتين سادة بقى حلوين كده من غير تشكيل خالص، بحيث الشباب لو عملوا فيهم يعني جبنة او اي حاجة تانية مفيش مشاكل. تمام. اهو ببدأ بغطا الازازة بنفس الشكل، باخد وسط القرصة كله بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده، وببدأ من الجوانب بتاعتي بشكل بقى الشكل اللي انا عايزاه. عايزة اخليها سادة مفيش مشاكل، عايزة اخليها تديني الشكل الجميل ده. طبعا دي بالعجوة بيبقى شكلها احلى من السادة كمان، لان العجوة بتبقى باينة من الاطراف فبتبقى شكلها جميل، او من الفتحات اللي احنا بنعملها دي. تمام.
نفس الشكل كده، واداير نفسي بالسكينة حواليها، يا اما بالمقص على ايدي يا اما بالسكينة على ايدي زي ما شفتوا زي ما عملت لكم. بس اهم حاجة خلي بالك من ايدك، وربنا يحسن ما بين ايديكم وتعيشوا وتعملوا احلى حاجة يا رب لاولادكم ولبيتكم، وربنا يصلح حالكم يا رب، ييسر لكم اموركم ويعطيكم حتى يرضيكم، وكل حاجة حلوة بتتمنوها ربنا يكتبها لكم يا رب من نصيبكم. بس حطوا لنا بقى لايك حلو كده للفيديو ان شاء الله، وادعوا لنا كلنا دعوه حلوه في الكومنتات مع بعضينا. ربنا يحفظنا ويعمر بيوتنا ويهدينا ويصلح حالنا يا رب، اللهم امين جميعا. وربنا يرزقكم كده براحه البال، اهم حاجه في الدنيا راحه البال. يلا حبايبي، لايك بقى حلو منكم كده وتعليق كويس، ربنا يحفظكم يا رب. بس بكمل بقى الصاج بتاعي بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده لغايه ما بخلص بقيه الصاج بتاعي، والباقيين بقى هعملهم قرصه عاديه خالص زي القرصه الفلاحي اللي احنا بنعملها العاديه خالص، يبقى من نفس شكل القرص بتاعتي او عجينه القرص بتاعتي. عملت شكل للاطفال لو هم هيحبوا ياكلوا الشكل ده بيفتح نفسهم على الاكل. بقيه الكميه بقى قطعتها بنفس الشكل برضو، وبدات فردتها على الصيجان بتاعتي. الصاجان دي اللي انتوا سألتوني عنها، الصاج بحوالي بتهيألي كده ب450 جنيه، وفي الرقيق منه ب350 جنيه. بس الصغنن ده اللي برضو زي سعر الرقيق بالظبط متهيألي ب350 اللي هو الصغير. الصغير ده اللهم بارك متهيألي كده 30 في 40 حاجة زي كده. اما الكبير ده ما شاء الله اللهم بارك كبير، يعني كبير قد ده مرتين، يعني بيزيد حوالي 20 سنتي من هنا وحوالي 10 سنتي من هنا. بس بكمل بقى بقية الفرد بنفس الشكل كده لغاية ما بخلص الكمية بتاعتي، واول ما بخلص على طول بقوم اسخن الفرن، سواء فرن المطبخ او سواء الفرن الكبير اللي عندنا او سواء الفرن الكهرباء، اي نوع فرن انت هتسوي فيه كلهم نافعين وبيكونوا كويسين. تمام. تسويه الفرن بتاع المطبخ ما شاء الله اللهم بارك، احنا سوينا فيه الصاج الاخراني اللي هو الصغير ده، لان الانبوبه يعتبر كانت خلصت على الصاجان الكبار، يعني كنا مسويين عليها حاجات قبل كده وما كملتش تسويه. تمام. تعالوا برضو في التسويه هقول لكم نعمل ايه. بس كده دول بقى سبتهم زي ما هما كده، ما اديتلهمش تشكيله خالص ولا عجوه ولا اي حاجه. لو انتوا حابين تحشوهم جبنه بنفس طريقه حشو العجوه هي هتكون نفس الطريقه. ودي ما شاء الله اللهم بارك دي كانت الكميه عندنا، اعمليهم بقى وخزنيهم في الفريزر طول الاسبوع هيكفوك ويهيصوكي. تمام كده. تعالوا بقى هنا كده عند الفرن على طول، وزي ما قلت لكم بعد ما خلصت على طول تقطيع، لان انا لوحدي اللي قطعته وعملت يعني محدش ساعد، فبياخدوا معاكي وقت الخمر بتاعك بيكون هو عبل ما بتخلصي بيكونوا ارتاحوا واختمروا معاكي. انما لو حد هيفرد معاكي ويساعد ده بتحبي لان لازم المفروض ان انت اول ما تخلصي بتستني حوالي 10 دقايق كده، وبعد كده تبدأ التسوية. تمام. علشان الحاجة تاخد خمرها كويس، لان انا لو سويتها قبل ما تاخد خمرها مش هتاخد الوقت المظبوط بتاعها، ولو سويتها اكتر من ما تاخد خمرها برضه هتبوظ معايا. جيت هنا عند الفرن ولعته، وعبال ما يسخن عندي جبت صفار 2 بيضة وحطيت عليهم معلقتين من الزيت وضربتهم كويس علشان الوش. حطي بقى عليهم معلقة فانيليا من عندك كده علشان ريحة الزفارة بتاعة البيض. وبعد كده لو انت مش حابة خالص يعني تدهني الوش ببيض علشان ريحة الزفارة، خلاص هاتي كوباية لبن وحطي فيها معلقة صغيرة كده من السكر ودوبيها كويس وادهني بيها وش القرص عندك، اللهم بارك هتطلع حلوة قوي ولونها جميل زي ما هتشوفوها كده دلوقتي. بس كده الفرن عندي سايباه على درجة حرارة عالية يسخن، سواء فرن المطبخ او فرن البيت العادي اللي هو بتاع الخبيز اللي انتوا شايفينه ده. بس كده زودت معلقتين زيت كمان لان حسيت ان هما الزيت عندنا اللي احنا حطيناه قليلين، وهضربهم كويس قوي. اهم حاجه انك انت تدمجيهم كويس وبحته فرشه بقى او بايدك، بس لو انت هتدهني بايدك ايدك تبقى حنينه شويه على القرصه علشان خاطر الخمر بتاعها ما يهبطش منها وتضيع الخمر بتاعها. تمام. هحطهم بس على الفرن من فوق كده علشان خاطر اوريكي انا بعملهم ازاي. بس يعني حبيت ان انا اقل شويه زيت شويه. وتعالي بقى هنا كده هناخدهم مع بعضنا على باب الفرن من فوق علشان اوريكي بندهنهم. وعايزه تدهني انت بقى بالفرشه بعد ما بتدهني بالشكل ده. لو انت حابه ت... يعني تدي شكل على الوش كده مثلا شمر او اللهم بارك حبه البركه او سمسم، اي حاجه انت حابه تحطيها على الوش كده تديكي شكل القرصه مفيش مشاكل. حابه تخليهم ساده كده من غير اي حاجه برضو مفيش مشاكل خالص. اهم حاجه ايدك تبقى حنينه على القرصه وانت بتدهنيها علشان خاطر الخمر بتاعها بس ما يروحش منها، لان هي كده واخده خمرها والمفروض ان هي تخش على الفرن على الخمر بتاعها. لو انا هبطتها لا قدر الله بايدي خلاص القرصه مش هتبقى طريه معايا وحلوه، هتنشف وتصمت معايا كده وتطلع ناشفه من الفرن. تمام. ههدي بقى الفرن من الجوانب ومن القاع من تحت وابدا احطها. طيب لو انا هسوي في فرن البوتاجاز بتاع المطبخ هولع الفرن من تحت
واسيبها لما تاخد تسويه كويسه من تحت. لو انا لقيتها اخدت وش ولون من الوش من القاع من تحت في نفس الوقت، لان الباب الفرن بيبقى مقفول، تمام. لقيت الوش ابيض لسه ما اخدش لون والقاع استوى من تحت وبقى كويس، خلاص هطفي القاع واشغل بقى الشوايه من فوق، هتديني لون للقرصه من فوق، هتبقى بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وكده دخلنا الصاج بتاعنا وقفلنا عليه. المهم ان انا كل دقيقتين بداير فيه. وده كان شكله بعد ما استوى وخلص، اللهم بارك، شكله جميل وحلو قوي ويستاهل منكم لايك. اللي ما حطيتش لايك تحط لنا لايك، تمام كده، عشان الفيديو بس الفيديوهات ساقطه خالص والصفحه ساقطه خالص. والحمد لله على كل حال. دهنا الصاج التاني بنفس الشكل ودخلناه برضو، بيقعد حوالي من 10 دقايق ل 12 دقيقه. المهم الفرن يكون يعني مسخناه قبل التسويه. واللهم بارك، القرصه عندنا زي السكر، زي المتابعين الحلوين بتوع ام يوسف دول. تعالوا بقى كده ندخل جوه واوريكم القرصه بتاعتنا بعد ما سوينا وخلصنا بقى شكلهم عامل ازاي. اللهم بارك. هنا بقى كده كنا سيبناهم لما بردوا خالص علشان اقدر ان انا اعرف اوريه لكم، تمام. بس دي القرصه الساده خالص اللي احنا ما عملناش فيها اي حشوات ولا اي حاجه. شايف؟ اللهم بارك اللهم بارك، كده حاجه بجد بجد جميله. القرصه عندنا مستويه من فوق من تحت. الصاج الصغنن ده اللي انا قلت لكم عليه سويته في فرن المطبخ لما لقيت الانبوبه خلصت على الكبار. بدل ما اقعد اغير بقى انبوبه واشتغل وبتاع، حطيتها في فرن المطبخ، ومع ان انا عمري ما بسوي فيه يعني، بس بستسهل الفرن الكبير اللي بره. زي ما انتم شايفين القرصه عندنا اللي بالعجوه، اللهم بارك، العجوه مليانه في القرصه كلها، مديه شكل جميل فيها. بتاكليها كده اللهم بارك، مش محتاجه معاها لا شاي ولا قهوه ولا اي حاجه خالص. دي برضو القرصه اللي هي استوت في الفرن اللي جوه، اللهم بارك، مستويه من فوق ومن تحت وجميله، وما اخدش وقت خالص على فكره زي الفرن الكبير في تسويتهم. تمام اهو. القرصه طريه عندنا وما شاء الله زي العسل، ناجحه 100%. حطي نفس المقادير، هتلاقيني كاتبالك المقادير في صندوق الوصف. صندوق الوصف ده هتدوسي على عنوان الفيديو وانت شغاله معايا دلوقتي، هتدخلي على كلمه هتلاقيها جنب عنوان الفيديو كده، كلمه المزيد، هتدوسي عليها هتلاقيني كاتبالك كل حاجه في صندوق الوصف ان شاء الله. وحطلك كام فيديو كده للبن والجبنه والسمنه والقشطه والقرص والعيش وكل حاجه ان شاء الله. هتلاقيني حاطلك شويه فيديوهات حلوين هتستفادي منهم. بس اضغطوا لنا لايك حلو للفيديو بالله عليكم، علشان الصفحه بس تقدر تقف على رجليها شويه. ومتشكرين قوي ليكم، واللي موجوده معايا لغايه دلوقتي اعملي لي تعليق كده يعرفني ان انت لسه معايا. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.